كيف تشوف ملعب كيما هذاك ان فري ستاد دو فوتبول، ما فيهش اولا نحب هذه الملاعب اللي ما فيهاش لا بيست اتليتيزم، يعني ما فيهاش مضمار العاب القوى، وبالتالي الجمهور قريب. سي ان فري ستاد دو فوتبول. ملعب بهذه المواصفات وبهذه المعايير اللي تتوافق مع دفتر الشروط اللي ماشي توضعوا الاتحاد الافريقي، وانما اللي توضعوا دفتر الشروط اللي توضعوا الفيفا، ملاعب بمعايير عالميه. وكما قلت لك انه لما ترافقها رضوان اراده سياسيه، تقول كانك في ولايه في انجلترا، سورتو في انجلترا اللي الببليك قريب للملعب. وايضا لما تشوف الارضيه، تشوف يعني الملعب من الخارج، تشعر بانك داخل الى ملعب تاع كره القدم. خلاص هذيك الملاعب 20 اوت، ملعب عمر حمادي، ملعب الزيوي، ملعب القبه، يعني ملاعب صغيره، ملعب حتى في مختلف بوعقل، ملاعب اكل عليها الدهر وشرب. الان من المفروض مثل هذه الملاعب هي اللي نشطوا فيها كره القدم، حتى حبينا نطوروا هذه اللعبه. بالفعل لما تكون اراده سياسيه حاضره في هذا النوع من المبادرات، وخاصة الاهتمام اليوم بالجانب القاعدي اللي هي منشآت اللي تتمثل في ملاعب كرة قدم، وبالإضافة إلى أمور أخرى من خلال منشآت فندقية، من خلال طرق والمواصلات، كل هذا الأمور. تجيب أنت مدير وتعمل استراتيجية تاع 4 سنوات وتعمل 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 كيما عمل لكجا، ولكجا كيش عمل أول ما عمل قال لك باش ننجح أنا ونجيب مدير فني مستوى عالي يلزمني شنو؟ بنية تحتية خارق العادة. ما عنديش بنية تحتية، تقعد هيك. خلينا نحكيو على المغرب. المغرب ماذا أعدت المغرب لكأس إفريقيا للأمم اللي كان 2025 به 24 ملعب تدريب، كل فريق مشارك في كأس إفريقيا للأمم كابتن عنده ملعب والحكام عندهم ملعب. المغرب وقت اللي مش يخصص لكل فريق معناها 3 ملاعب، ملعب كل فريق ولا ملعب كل فريق ملعب كل فريق. هو قداش من مدينة؟ 8 كل 8 كازا، الرباط، مراكش، أكادير، طنجة، تطوان وفاس. في كل بلاد مش تلقى ملعب رئيسي وملعب تمرين، ملعب رئيسي وملعب تضرب تلقاهم قد معناها كل جهزوا امورهم لافون بريمير الكوب دي موند. وراو تنظيم كاس الكان او كاس افريقيا للامم ولا الكوب دي موند لا تقتصر على الملاعب، على الفنادق، على التنقل، على مش تنقل من الملعب ملعب كبير، ملعب غادي يوصل 90,000 متفرج. اليوم غادي يكون عنده 75 ما بين 75 80,000 متفرج. ملعب عالمي، انا وريتكم التصاور ديالو، راه في قريب انتهاء ديال الاشغال ديالو. ملعب يعني من الطراز العالي، راه الاشغال ديالو تقريبا راه 80 85%، باقي له غير شويه باش تغليف السطح، تغليف السقف ديالو يعني. والسقف ديالو الداخل ديالو من تشوفوا والله تشوف بحال الكامب نو، يعني حاجه تفرح. ثاني سقف في العالم، ثاني سقف في العالم، ماشي سهله يعني. ملعب من الطراز العالي. الملعب هذا الثاني اللي غادي يكون الاول يمكن الكبير في المغرب، هو اللي غادي يكون في 75,000 ولا 80,000 على حسب اخر ان شاء الله تكون 380,000. وموراها الملعب ديال ملعب مولاي عبد الله 70,000. يعني هذا الملعب الاول، موراه ملعب مولاي عبد الله، وهذا غادي يكون تحفه حتى هو معماريا ما شاء الله. يعني ملعب رائع وجميل، وغادي يخلي مدينه طنجه والفريق ديال اتحاد طنجه يعني يلعب بارتياح في هذا الملعب، لانه البطوله المغربيه من الفوق ان شاء الله باذن الله غتكون بطوله اوروبيه. يعني تقدر تلعب في هذا الملعب هذا ب 80,000 متفرج كاع لي ماتش. تلعب في ملعب مولاي الحسن، ملعب البريد اللي تا هو تحفه طالع ما شاء الله، ملعب مولاي عبد الله. الملاعب كاع في المغرب اللي غادي تكون، ملعب مولاي محمد الخامس والدار البيضاء اللي شفنا المقابله التاليه ما بين الكوكب المراكشي والوداد اللي عطات واحد الجمهور، عطى واحد الانطباع يعني كانت الملعب واعر زايدها الجمهور. يعني المغرب ما شاء الله راه غادي في تقدم وغادي في ازدهار وشاق طريقه على الصح. يعني ماشي الكذوب، ماشي تجي تكذب عليا انا في التلفزيون حنا وحنا 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 والشكيل الخاوي. من المغرب راه غادي شاد طريقه ديال الصح في كل شيء، في البنيه التحتيه، في الطرقات. هذه الا بشيره تعطيك لانه تكون تفوت كاس افريقيا من احسن كاس افريقيا في التاريخ، وغادي تكون كاس العالم 2030 ان شاء الله باذن الله من احسن كاس العالم اللي غادي تكون في المغرب، ما بين المغرب واسبانيا والبرتغال، وسيرتو في المغرب لانه المغرب راه يتطور في البنيه التحتيه ويتطور للامام. يعني من تشوف بحال هكذا المدن يفرحوك،
من تدخل يعني تشوف المدن، تشوف المعمار ديالهم التاريخي، تشوف المدن القديمه، تشوف كل شيء يعني تشوفه في المغرب. يعني دوله ماشي جات هكذاك وعندها 12 قرن، دوله يعني خدمت راسها، واليوم راها تطور في راسها، عام ورا عام تزيد تطور في راسها. اليوم رانا في المدينه الخامسه ان شاء الله، بقينا المدينه السادسه ان شاء الله باذن الله هي فاس. فاس عاود راكم تعرفوها، فاس يعني ما شاء الله، لانه هي مدينه تاريخيه. مي الحمد لله كي تشوف مدن بحال هكذا تصنع السيارات، تشوف عندهم مطارات، تشوف يعني كل شيء في كل جهه وطريق، يعني تغير على حال البلاد ديالنا، بحال البلاد ديالنا فين راه غاديه. يعني تجبرهم غير بالشعارات، حنا كاتلينا غير بالشعارات، وهذا هو الحقيقه. يعني كتدخل تشوف ليبيس، من ليبيس حتى ديال السياح كاين في المغرب، يعني حاجه تفرح. حنا ما عندناش حتى شي حاجه، ما كانش. حنا يجي يكذب عليك في التلفزيون راه غادي نفتحوا الاستيراد نجيبوا ليبيس، وكل شيء هذاك كذوب، كل شيء هذاك مغرقين هكا. حنا غارقين كريديات، وقال لك المغرب راه يبني الملاعب بالكريدي، باش تعرف الاخر الراس اللي راسو حابس هكذا حايش. حنا غارقين، حتى حنا مغارقين كريديات، ولكن حنا يكذبوا عليهم في لي بلاطو، يكذبوا عليهم في التلفزيون، عايشين بالكذب. يبقى فيك